خلي بالك انت بتعمل كارثه. خلينا نتفرج على المشهد ده وهتعرف انا قصدي ايه. Yeah, a little piece of glass in there. It's just under the skin. Is it a loose fragment? Yeah, can we move it around? Here, I'll pull it out. No, don't. Shit. Okay. It's bigger than I thought it. That looks arterial. Can I get some 4x4s over here, please? It's bigger than I thought it Get would some be. pressure on this from both sides, hard and deep, please. I can push it back in. No, you've done enough damage. Well, should I keep pulling it out then? Absolutely not. The glass was tampered on in a vessel. Not anymore. BP's down. Page surgery? طب ليه اللي احنا شفناه في المشهد ده يعتبر غلط كبير جدا؟ لان سحب اي آلة حادة سواء كانت الآلة الحادة ديت سكينة او مسمار او قطعة ازاز زي اللي احنا شفناها ديت، ده يعتبر اكبر غلط ممكن تعمله وانت بتساعد اي مصاب. وده لان الجسم الحاد زي قطعة الزجاج اللي احنا شفناها في المشهد دي عاملة زي سدادة للشريان او الوريد اللي مقطوع جوه جسم الانسان، وبالتالي هي اللي موقفة حدوث النزيف مؤقتا لغاية ما تخرج من مكانها. فأي محاولة إنك تحرك الآلة الحادة دي من مكانها أنت هتفتح نافورة الدم وهتزود النزيف أكتر وأكتر. ومش بس كده، وانت بتحرك الآلة الحادة دي من مكانها وبتحاول تخرجها من مكان الإصابة انت بتقطع أنسجة أكتر وأكتر، ده انت كمان ممكن تعور شريان أو وريد ما كانش تعوره في الإصابة الأولانية. يعني انت حرفيا بتزود الطين بلة. فالتصرف الصح اللي تعمله في المواقف اللي زي دي، هات ورقه وقلم واكتب ورايا. رقم 1، ما تحاولش تحرك الآلة الحادة من مكانها نهائيا، سمعتني؟ ما تحركش الآلة الحادة من مكانها. رقم 2، هتحاول تثبت الآلة الحادة دي في مكانها بأكبر قدر ممكن. رقم 3، هتجيب قطعة قماش أو قطعة شاش وهتبدأ تلفها حوالين الآلة الحادة وتضغط بإيدك على مكان الإصابة عشان تقلل من حدوث النزيف، أو ممكن تجيب شاش وتلفه حوالين مكان الإصابة لو هتنقل المصاب لمكان بعيد. رقم 4، ممكن ترفع مكان الإصابة أو العضو اللي فيه الآلة الحادة فوق مستوى جسم المصاب علشان تقلل من النزيف بالجاذبية. هو ده التصرف الصح اللي تعمله في المواقف اللي زي دي. ما تحاولش تحرك الآلة الحادة من مكانها، بل بالعكس انت هتثبتها اكتر واكتر. وزي ما قلت لك في اول الفيديو،